الحياة رحلة. الرحلة فيها محطات، والمحطة مليانة قصص وحكايات، وكل حكاية وراها حكاية مليانة بالمعاني. وده اللي شفناه في بودكاست رحلة نجاح. وصاحب فكرة رحلة نجاح قرر يطل علينا في 2026 بهدية، هي بودكاست. مش عشان يعلمك أو يديكي نصايح، بس عشان يقولك انتي متشافة، انتي مسموعة، انتي موجودة. وكل اللي ليكي تسمعي البودكاست، تتفرجي عليه، وتاخدي منه الرسالة والدرس اللي ليكي واللي هتستفيدي منه، واللي مش عاجبك هتسيبيه. والنهاردة معانا صاحب فكرة رحلة نجاح وصاحب فكرة هي بودكاست، مهند الخولي. مهند، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك؟ انا الحمد لله. تمام، انت عامل ايه؟ all is good, all is good. شكرا على الانترو، يعني حاجة جميلة والله. والله شكرا ليك انت ان انت شرفتنا النهاردة وقررت تقول لنا على الحكاية اللي ورا حكاية رحلة نجاح واللي ورا حكاية هي بودكاست. ده حلو جدا، حلو جدا. قصة رحلة نجاح هي قصتي، هي مبنية على كفاحي، لان انا لقيت نفسي سنة 2020 بعد فترة من الفترات من شغل في الكوربت، لقيت نفسي في الشارع نتيجة كورونا، نتيجة الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الشغل. يعني أنا طول عمري بحب البودكاست، يعني لما ابتدت يعني، فأنا كنت دايما بسمع بودكاست جاي شاتي، ماد روبنز، كوتشز التانية، وأنا بحب أسمعها لأن بحس إن هي حاجة مهمة جدا، بتعلم منها أفكار جدا. فجاي شاتي بصراحة هو رول موديل بتاعي، كنت نفسي أبقى جاي شاتي مصر. لأن هو بيتكلم على health و wellness، وأنا كنت عايز أتكلم على الهيلث و wellness، منها كوبينج ميكانيزم ليا عشان بس ما يحصليش جنون ومنها احاول افيد الناس باحساسي كشخص وكانسان، وكنا في وقت الكورونا يعني. وبعدين الرحله اخدتني في حته تانية، وابتديت الاقي نفسي حابب الموضوع، ابتديت الاقي نفسي اجيب ناس حابه ان هي تطلع على البودكاست. وفي الحقيقه هي كانت في الاول اسمها ويلنس وذ مو، على اساس انا بنتكلم في الويلنس وما اعرفش ايه. ولما ابتديت اجيب ضيوف، كنت بجيب ضيوف من كل انحاء العالم. كنت عايز ابقى جلوبال طبعا. احلام يعني كل واحد ممكن يحلم يعني. ليه انت ما بقيتش جاي شاتي مصر، انت بقيت جاي شاتي العرب سو فار يعني، عشان رحلة نجاح سمعة يا رب يا رب. ف يعني ابتديت كده وعجبتني الموضوع، ولكن ما حسيتش بالاثر اللي انا عايز اعمله، اللي هو عايز الناس تفكر بطريقه مختلفه، تشوف ان النجاح مش هي النتيجه اللي الواحد بيشوفها على التلفزيون، مش هي نتيجه سيلبرتي او ستارز اللي معاها فلوس معاها عربيه. لا، النجاح بروسس، وهي بروسس طويله وفيها فشل كتير. يعني ده اساس اي حد بينجح، اي انتربرنور، اي بزنس مان في الدنيا، مصري او عربي او اجنبي، هو لازم يفشل. اديسون فشل 1000 مرة عشان يطلع اللمبة اللي احنا بنعملها. 1000 مرة. فهي يعني انا كنت عايز اوري الناس يعني انا زيكم اهو، بحاول اطلع واعمل، دايما بسميها بيفيتنج، اغير من استراتيجية البودكاست. فابتديت اجيب ناس تتكلم عن المنتل هيلث. بعدين الموضوع تطور، ولقيت انا بتكلم على حياتهم، فقلت لا، خليها بقى ايه، ناس في مصر وناس في العالم العربي، لان انا عايز ادي ايمج ان احنا العرب واحنا المصريين عامه، احنا عندنا اراء وعندنا افكار وعندنا نعرف يعني ايه النجاح. فابتديت بقى اغير. اولا مبدئيا عملت ريبراندنج، فانا عايز اقول لك الريبراندنج هو ده
غير الفكره، عشان دلوقتي اي حد لما بيكتب رحله نجاح بيبقى فاهم هو بنتكلم على ايه. وبالصدفه وunintentional انا كل الضيوف سيدات. اوكي. كلهم. خدت بالي. هي ما كانتش بلان يعني. ولكن من كتر ما انا جبت سيدات كتيره مختلفه من مجالات كتير، كوتشز واتش ار دايركتورز وناس في الفاينانس وناس في البانكينج وانفلونسرز، لقيت ان الست هي بيبقى عندها تشالنجز اضعاف الراجل. مش معنى كده عشان ما حدش يفتكر ان انا ما فيش رجاله. اوعى تفتكر رجاله تشالنج فيها لهم تشالنجز. لا، في شباب حلوه وفي انتربرينورز جامدين وكده، ولكن ما بعرفش كونكت غير مع السيدات لان بحس قد ايه الستراجلز. فقررت ان انا اعمل حاجه للستات. طيب قبل ما نروح لهي بودكاست، عشان انت قلت بس شويه حاجات مهمه. انت كنت بادي انه هي تبقى ليها علاقه بالويلنس، صح؟ بس في الحقيقه ما هو الويلنس بارت من الحياه، صح. والحياه مش هتكمل غير بالويلنس. مظبوط. وبارت من الويلنس انه احنا بنتعلم حاجات جديده عن نفسنا، صح. قبل ما ندخل على الرحله الجديده اوكي، مهند، ايه اللي اتعلمته من مئات الحلقات اللي كانت الفترة اللي فاتت في رحلة نجاح؟ اوكي، ان it's okay ان الواحد يبقى تعبان، يبقى مش اوكي. it's okay ان ما طلعش حلقة. يعني انا كنت في الفترة كنت عندي قلق، لازم الحلقة تطلع، لازم ما اعرفش ايه، وبعدين لقيت ايه اللي هيحصل يعني. ممكن ابسط حاجة هتحصل ان مثلا الناس مش هتسمع، الناس مش هتيجي، بس مش عايز احط لنفسي بريشر ان لازم اطلع الحلقه. اتعلمت ان عشان واحد ينجح في اي حاجه consistency resistance resilience، 3 كلمات بحب استعملهم. حلو قوي. دولت مع لازم يكملوا. انا عارف ان في ناس كتيره تبتدي حاجه وفي الاخر بتقول لك I give up. لا، هو انا كنت عايز اجيف اب كتير، يعني في فتره كتير فترات كتير قلت خلاص ما حدش بيسمع، ما حدش فما حسيتش بالامباكت غير لما ابتديت بقى الناس بتقول لي الله حلو الكونتنت حلو. مش هقول ان انا حلقاتي كانت احسن حلقات متصوره، ولكن انا كنت بعمل اقدر اعمله بالريسورسز اللي عندي. ودي برضو حاجه عايز اقولها، ان انا كان عندي ريسورسز قليله ولكن عرفت اجيب نجاحات بسيطه مبني واحده يعني بالزبط. نجاح واحد يعني. المشكله يا شيماء ان هم الناس دايما عايزين ينجحوا كبير جدا بيج. يس. بس انا باخد كل خطوه بنجاح ومبسوط جدا فرحان. يعني فاكر اول انبساط ليا لما كسرت 600 داونلود. عملتها، جبت جون فيك يا مصر. بالظبط. من 300 نطيت ل 600 قلت يا سلام. النهارده عايز اقول لك ان انا مبسوط جدا ان بكسر 6000 داونلود. حلو قوي. فبس السؤال بقى انت قلت الرول موديل بتاعك مين؟ جاي شاتي. هل انت شفت مهند الخولي جاي شاتي مصر والعرب في الفترة اللي فاتت؟ لا، مش قوي، ولكن عايز اقول ان انا شفت مهند الريزيلينس كوتش للمصريين، لان هو جاي شاتي بيتكلم في الويلنس وجزء من الويلنس ريزيلينس. بس انا بتكلم بقى في الريزيلينس لان الناس يعني مش عارفه ايه الريزيلينس او ما تعرفش. وانا I believe ان كل انسان ريزيلينت، بس لازم يتحط في امتحان. هو ده اللي بيفرق. يس. وانت عارفه اللي بيفرق بين الريزيلينت ومش الريزيلينت هو المايند سيت. لو عنده فيكست تعرفي ان هو ما عندوش اي نوع من الريزيلينس، فبالتالي
مش هينجح يعني ببساطه. يعني اللي عنده ريزيلينس هتلاقيه عنده جروث مايند سيت، عنده ما عندوش مشكله ان هو يفشل ويكمل ويفشل. فانا بحب اعرف نفسي ان انا ريزيلينس، شخص بتاع الريزيلينس. حلو يا بتاع الريزيلينس. خلينا ناخد بالنا عشان مش كل الناس لقطه الريزيلينس بنقول عليها مره مرونه مره صلابه. المهم هي ان انت تقع على وشك وتقوم تاني، تاخد البوكس ترد تقوم تاني. بالظبط. بس هتقوم بقى وانت معلم على الدنيا ولا الدنيا معلمه فيك. هتقوم بدرس مستفاد، هتقوم بشخصيه جديده. المهم ان انت تقوم صح. ومن الريزيلينس خليني اقول لك بقى، انت منفتح على ثقافات مختلفه. مظبوط. قابلت في البودكاست بتاعك ستات كتير من بلاد مختلفه. مظبوط. فبالنسبه لك الريزيلينس او الصلابه او المرونه عند الستات شفتها ازاي مختلفه؟ بقت باينه عندك باي شكل دلوقتي بعد ما قابلت حكاوي وقصص كتير، خصوصا مش هقولك بس في ستات الوطن العربي، المصريات بقى. اوكي بص، يعني خليني اقولك ان في من الستات اللي في الوطن العربي ناس في فتره حرب. انا فاكر ان كان عندي ضيفه جميله جدا من العراق، وكانت بتحكي لي قصه الريزيلينس بتاعها، ازاي هي قدرت تهرب من وقت الحرب ووقت الغزو او كده يعني. وكان عندي ستات من فلسطين ومن سوريا. بس في مصر الست يعني ريزيلينت للدرجه عاليه جدا. ليه؟ لان هي اولا هي مطلوب منها في المجتمع ان هي تكون شايله العيال، واخده بالها من العيال، واخده بالها من الشغل، واخده بالها من البيت، واخده بالها من جوزها. ده يعني باكج. انا ما افتكرش في راجل يقدر يعمل نفس الفكره لو قلبنا الايه يعني. multiple rules. هو very 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 difficult، بالذات كمان ان دلوقتي الست بقت يعني في ستات بقت كارير اورينتد، بس في نفس الوقت هي مع البيت، ولكن هي عايزه تبان. كان عندي اخر ضيفه كانت بتتكلم على الستات في البترول. مفيش الستات في البترول، ودي مشكله. يعني النهارده مفيش مهندسه، في مهندسات تدخل وبتتخرج من الكليه بس ما تلاقيهاش على بريمه ولا ليه؟ لان الكالتشر لسه ما اتغيرتش. هي دورها ان هي بتحاول تغير. واتس فيري ديفيكولت ان هي الموضوع انها تبقى فيري ريزيلينت وانها تقابل فيليرز. فلا، الستات في مصر عندها ريزيلينس عالي جدا يعني. حلو قوي. طيب خلينا نرجع تاني بقى اللي هي بودكاست. ماشي اوكي. ليه مهند الخولي شافوا انه مهم يطلع دلوقتي وفي التوقيت ده؟ ليه كان ضروري بالنسبه لك؟ ليه ضروري بالنسبه لي؟ لان انا حسيت ان يعني في بودكاست كتيره في مصر فيميل بيست، ولكن ما حسيتش ان هو لوكلايزد يعني بطعم. يعني انا عايز ان البودكاست هي تبقى ست بتتكلم على مشاكل حقيقيه، يعني تقدري انت تريليت ليها. الست في الشارع الغلبانه تقدر تريليت فيها، الست اللي بتشتغل 3 شغلانات 4 تقدر تريليت، الست اللي شغاله في شركات كبيره تقدر تريليت، الست اللي في قاعده في البيت اللي شغلتها هي تربيه العيال، اللي هي بالنسبه لي انا من اصعب الجوبز يعني انك تربي عيال عشان يطلعوا كويسين. فانا شايف ان توقيتها مهم جدا، عشان انا عايز الست تبقى مستريحه وهي بتكلم على المشاكل
اللي محدش عايز يتكلم عليها. اوكي. خلينا يعني المسكوت عنه. في مشاكل كتيره الستات مش عايزه تتكلم عليها او مكسوفه او ما اعرفش ايه. فانا عايزه يعني تحس ان هي في حته سيف، ان هي تقدر تيجي تتكلم عادي خالص براحتها، محدش هيجادج ولا يحكم عليها. المهم ان هي توصل المعلومه لحد تاني يستفيد. حلو. طب خليني بقى اقولك من الحته دي، هل انت كده يعني من اللي بيطلقوا عليهم فيمينست او مناصر للمراه، او بتدعم المراه وبتناصر فكره حقوق السيدات والومن امباورمنت وكده؟ انا احب اقول ان انا I empower women، بس انا I'm not a feminist، لان برضو في جوبز ما ينفع، يعني مش قصدي ما ينفعش، ولكن هي التركيبه البيولوجيه بتاع الست ما ينفعش ان هي تشتغل في دي. وفي نفس الوقت في جوبز للرجاله التركيبه البيولوجيه ما ينفعش تشتغل في دي. ولكن لو احنا بنتكلم على يعني ان الراجل والست يبقوا زي بعض، انا شايف ان لازم يبقوا زي بعض. انا شايف ان في مصر لازم يبقى محدد الامبلوير او الشركه ما تفرقش بين راجل وست. حلو. ولا في المرتب ولا في الترقيه، ولا انا باخد الانبوت. الست عملت شغل احسن تترقى، ماليش دعوه بقى، يعني انت ما عملتش شغلك دي مشكلتك يعني. فانا عايز يبقى في فرص، يعني تبقى في تكافؤ بين الاثنين، زائد ان الستات او عامه الستات في ادوار القياده بيبقوا احسن بكتير من الرجاله في الليدرشيب رولز. اوكي. بكتير جدا. ليه؟ لان الست عندها حته المشاعر والامباثي اكتر، فبتقدر تسمع تفهم، تحط نفسها في مكان الشخص راجل او ست. الراجل تاني تركيبه بيولوجيه، هو مش امباثيتك او ما بيحسش كتير. مش عشان هو ما عندوش دم ولكن هي كده. وفي رجاله كويسه في الحته دي، بس الستات اقوى في الموضوع ده. فانا احب ان اقول ان انا I empower women، بس مش فيمينست، لان كلمه فيمينست دي طيب يعني مش هنشرحها دلوقتي عشان هو في اختلاف. بس هي الفكره انه يعني اكيد احنا في مجالنا شفنا رجاله كتير بيحاولوا يبان ان هم داعمين للمراه، بس I'm sorry في التعبير، يعني هم بيبانوا ملزقين قوي وفيك، ان هو ينزل ريل يتحفنا بيه صباحا. انا النهارده جايه اقول لك صباح الخير، لو ما حدش قال لك صباح الخير اصل انتي قويه ومش واخده بالك، وانا اللي هاخدك بالك. حاجات من هذا القبيل. اللي هي انا كست بتقفل لي يومي الصراحه. ايوه. فخلينا نقول حاجتين. اول حاجه دي خطرت في بالي لما جبت سيره التلزيق. هل اتهمت في يوم ما من دعمك للمراه بان انت اتفهمت غلط او ايه التلزيق ده؟ لا. طب الحمد لله. لا، لان انا مش عايز احرق الموسم، ولكن انا دايما حتى لسه بقول لمراتي من يومين، بقول لها عشان اعرف بتعامل مع سيدات كتيره، دايما بحط باوندريز. حلو قوي. لان انا ما اعرف، مش كل الضيف من الضيوف دول اعرفهم شخصيا يعني. أوكي. يعني في ناس نبقى اصحاب بعد كده، وفي ناس لما ببعت لها بترد عادي خالص، اهلا بيكم، ما اعرفش ايه يعني. ففي باوندريز، في احترام. انا بحترمها، ما باخدش الخطوه الزياده. اوكي. لان برضو في رجاله بتحب تفليرت يعني. خلينا فليرت، فممكن تتفهم غلط مع الست. فانا لو انا عايز اعمل كده بعملها مع حد انا اي تراست ان هي مش هتفهمها غلط دي مبدئيا. يعني ما فيش نوع من يعني الايموشنز ان انا مثلا يعني بحبك او حاجه كده يعني حاجه. لا، بس في الستات لا، في بوردر انا ما اقدرش اتخطاه. فعشان كده
يعني ما بقاش عايز. وبعدين صباح الخير اقول لك انا لازم ابقى اوثنتيك. الدنيا صعبه يعني، مش هخليها ورد يعني. انا اسفه ان انا دوست على حته حساسه والله. انا عارفه يعني الانرجي اختلفت تماما. سيبنا من ملزقين وخلينا نقول انه انت دلوقتي اللي فهمناه انه يور ابروتش او الخلطه السريه والسحريه بتاعت مهند علشان يحافظ على الخط الرفيع ما بين انه فعلا يكون بيدعم المرأة وانه ما يتفهمش غلط، هي الحدود. صح. احترامه للمايند سيت او عقلية الست اللي بيستضيفها. مظبوط. وان هو بيراعي قربه او بعده عن الست دي، هل يسمح انه يقول حاجات معينة او بتفرض عليه الطريقة اللي هيتناول بيها الاسئلة في الحلقة. صح صح. حلو جدا. ومن هنا بقى عايزة ناخد منك كده حاجة بتقول لنا فيها انه من خبرتك، وانت قلت ليدرشيب والقيادة دي او بتتم في البيت وفي الشغل وفي الشارع وفي كل حتة. امتى نحول دعم المرأة انه هو يبقى في حياتنا اليومية بشكل لا يفهم خطأ، وانه يبقى leadership behavior جوه شركاتنا؟ اوكي. اولا في الشركات لازم موضوع الكالتشر او الثقافه في الشركه لازم تكون تتغير خالص. ودي مش هتتعمل في يوم ولا في حلقه ولا في كلام ولا في اي حاجه. دي بروسيس معينه. ارجع اقول لك مثلا زي المثال بتاع الست اللي في البترول. هي ابتدت تغير شويه في المفهوم ان لازم يبقى في diversity، يعني لازم كله يبقى included في المنظومه. راجل وست لازم يكون الدنيا تبقى مفتوحه open. الشخص يبقى قادر يتكلم، الست قادره تقول الشكوى بتاعتها. برضو لازم الشركه او الكالتشر لازم تحس بيه ان مثلا الست لازم مثلا تروح عشان تشوف اولادها. لازم احط نفسي في مكانها يعني. ما افضلش اضغط عليها، لان لو فضلت اضغط عليها انها تشتغل هي ولا هتفيدني ولا هتفيد بيتها يعني. يعني هتروح، ودي كتير يعني وكتير بيحصل. تروح عيالها مثلا لو صغيرين يعني عايزين يلعبوا معاها مثلا، هي مش هتبقى مثلا مفيش بقى البنزين خلص يا جدعان خلاص. نو انرجي يعني. فلازم يبقى في يعني بالانس. ومش عايز اقول بالانس عشان الناس ما تفهمش ورك لايف بالانس، لان هي برايورتيز. لازم تدي حقها في الشغل، والشغل يديلها الحق ان هي تروح تفصل وتقعد مع عيالها. حلو. فدي طيب، فانا افهم من كلامك انه هي هتبقى بروسيس محطوطه او كالتشر في الايكو سيستم بتاع المؤسسات. ايوه. اوكي، انه هي تتحط في القواعد والرولز علشان نقدر نحط شكل معين. مظبوط. لدعم المرأة في مجال الشغل. بالظبط. وهي اللي هتحط البرايورتيز او اهتماماتها او ترسم شكل الايكو سيستم الخاص بيها في حياتها هي. بالظبط. يعني فكره الهايبريد ورك فروم هوم وكده بالنسبه للراجل doesn't matter. انا يعني اروح المكتب اوكي. بالنسبه للست انا بشوف ان هي حاجه مهمه جدا، بالذات لو عندها عيال صغيره او عيال لسه هتدخل مدرسه او كده، ان الشركات تبقى تديها الرايت ان يبقى يوم هنا او يومين في المكتب ومثلا 3 ايام في البيت تشتغل، في نفس الوقت تاخد بالها من الولاد يعني. ما اعتقدش ان دي حاجه وحشه. بالعكس، هي الشركات كده هتريح الست هتبقى مبسوطه، هتنتج كويس، هتدي شغل احسن.
فكله هيبقى مبسوط. هي سيركل. فخلينا بقى ايه نعمل ادفوكسي ومناصره للانيشيتيف بتاعتك دي ويعني نقترحها على الشركات. ايوه اتكلمنا كتير. خلينا بقى ايه ندخل في حته كده انا بحبها. اوكي. تو فيجواليز. جميل. خلينا كده مهند ياخد ثانيه ويفكر فيها بعد نجاح اول سيزون، تاني سيزون، تالت سيزون من هي بودكاست. ايوه. هتشوف ايه الامباكت بتاعه على المجتمع عندنا ستات وعلى الرجاله. انا حاسس ان الستات هتجري ورانا. بمعنى ايه؟ معلش هتجري ورانا تخبطنا؟ لا هتجري ورانا. كل واحدة عايزة تحكي حكايتها او قصتها او عايزة تلاقي المنصة زي ما بيقولوا اللي هي السيف سبيس ان هم يتكلموا عن قصصهم. يعني حلو. انا شايف ان الستات محتاجة حد يكون open minded ان هم يقدروا يعملوا. الرجالة هيكتشفوا حاجات كتيرة عن الستات هم مش عارفينها، لان احنا بالطبع نبقى شايفين بيبقى في حاجات كده سيجنالز hidden احنا كرجاله ما بنفهمهاش. عاجبني ان انت بتعترف ان انتوا في حاجات ما بتفهموهاش. ما هو لازم نعترف في حاجات ما بنفهمهاش. بس لما هتتقال هتلاقي الراجل يقول دلوقتي فهمت ليه هي كده او هي بتعمل كده او ليه الاكشن اللي اتعمل كده. يعني ده اللي انا عايز اوصل له. وانا عايز اوصل ان الستات في مصر يعني املي ان هم يتكلموا يقولوا ده في بودكاست مصري يعني. أيوة. بودكاست ابن بلد. ايوه محدش بيعوج لسانه ومش عاملين موضوع الانجليزي ده. فانا عايز ان الستات يكونوا فعلا عندهم راحة بال وهم قاعدين. يعني كأنهم بيتكلموا مع حد صاحبهم على كافيه بيشربوا القهوة وكده. حلو. ده الستات والرجال. المجتمع بقى والله عندي أمل إن المجتمع لو بنتكلم على الميديا والصحافة إن هما يسمعوا الكلام ده عشان يبقى فيه قوانين تتغير. ما اعرفش بقى ايه القوانين. يعني ممكن قوانين للانكلوجن او للدايفرسيتي زي ما بيقولوا عشان يزودوا عدد وانا ما بحبش موضوع الارقام. يعني لازم يبقى فيه 60 الكوتا بيسموها الكوتا. يعني لو في تكافؤ يبقى كل واحد ياخد. بس يعني يبقى في بس قوانين تساعد المرأة ان هي تقدر تربي عيالها، ان هي تقدر تشتغل، ان هي تبقاش قلقانة ان هي مثلا لو عندها فترة الحمل او لما تحمل او تجيب البيبي ان هي يبقى خايفة انها لما ترجع مش هتلاقي شغلها او من مكانها او مش هتترقى عشان انت يعني حاجات كتيرة جدا. نفسي ان هي تتغير شوية مش كله. وبس يعني انا ده الامل عندي. يعني طيب افهم من كلامك انه ان شاء الله يا رب مع مواسم هي بودكاست على مدار السنين. شفت بديك اهو موتيفيشن حماسة على مدار السنين هنلاقي انه الستات بدأت تتكلم وتعبر عن نفسها. لأنه طول ما احنا ساكتين الطرف الآخر مش هيفهم. صح. وبالتالي أنا بعمل حمل عليا، حمل ان انا شايله كلام جوايا ما بطلعهوش. أيوة. وحمل عليه ان هو طول الوقت مش فاهم ردود الافعال اللي بتخبط في وشه. بصي انا عندي حاجه assumption is the killer of all things. الافتراضات. انا بفترض ان هي فهماني، انا بفترض ان انا فاهمها، انا بفترض ده مش هعرف. اوكي. وزي ما دايما بنقول في حته التواصل لو انا ما قلتش مش هعرف. يعني لو انا لسه بقول
عندي عيال كده في المدرسه، يعني قلت لهم لو انتم ما سالتوش المدرسه انكم مش فاهمين، المدرسه هتفترض انكم فاهمين، فمش هتشرح تاني. بالظبط. لو الراجل مش فاهم الست اللي قدامه هيفترض ان هو فاهمها، لان هي لو ما قالتش لا ما تعملش كده، لا انت تخطيت الحدود المسموحه ليك، لا انا ما بحبش الهزار ده، لا الحاجات دي، هو مش هيعرف يعني. يعني فلازم يبقى في معرفه من ناحيتين يعني. او تقول انا عايزه ده، انا مبسوطه في ده، ايوه، وهو هيفهم وهيجيب. المفروض ان شاء الله يعني المفروض الرجاله مش يعني احترامي للرجاله، الرجاله مش اذكى حد او اذكى جندر يفهم السيجنالز بتاعت الستات. وخليني اقول لك والله انه احنا السياق اللي احنا عايشين فيه والوتيره بتاعه التغيرات اللي احنا فيها، صح. انت محتاج تقول أيوة. علشان التاني ياخد باله ويفهم. الناس مشغوله بحاجات كتير، صح. فسواء احنا كستات بنتعامل مع محيط فيه ستات ورجاله، انا محتاجه اقول اللي انا عايزاه للست وللراجل. مزبوط. والراجل محتاج يقول ونفهم بعض، وده هيتم في هنقول سيف سبيس او مجال امن هتوفره لنا المجتمع والحكومات، بان احنا بنشتغل على مستوى اعلى، اللي انت زي ما قلت بقى سياسات، قوانين بتتيح للطرفين ان هم يبقوا على قدم المساواة. صح. وتتيح انه يبقى في تنوع اللي هي diversity. أيوة. وشمولية اللي هي inclusion. مظبوط. حلو. ده البومينج اللي هيعمله هي بودكاست ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب خلينا نقول هيبقى احساسك ايه وقتها؟ احساسي ان اديت رساله، لان انا في الاخر بالنسبه لي دي انا اي بودكاست بعمله هي او رحله نجاح بالنسبه لي هي رساله. اوكي. انا يعني نفسي الناس تسمع حاجات عشان تعرف ان هي مش لوحدها. حلو. يعني لما احنا بنتكلم على هي، عايز الستات تبقى بتسمع تعرف ان هي مش لوحدها، ان وان بيفرقش لو نقول الفلوس او انت راكب عربيه او راكب مواصلات او عندك شقه في كومباوند او عندك شقه في منطقه شعبيه، مش هتفرق. الست هي الست، احتياجات هي بس. انا نفسي ان هما يكونوا واحده تسمع حد تاني عندنا على البودكاست ان دي عندها نفس المشاكل، عشان كل واحد متهيأ اللي معاه فلوس بيبقى سعيد، واللي مش معاه فلوس بيبقى تعيس. بس هي في الحقيقه ممكن يبقى معايا فلوس وابقى تعيس جدا يعني، وممكن يبقاش معايا فلوس وابقى سعيد جدا. فانا عايز يعني انا نفسي ان الرساله تبقى واصله ان انت عندك امكانيه انك انت تغيري من وضعك مهما كان مكانتك في المجتمع. يعني كل واحد بيشتغل على قد اللي ربنا قسمها له يعني، او قسمها لها يعني. اوكي. فده اللي انا اتمنى ان هم ان الرساله دي توصل يعني. اوكي. فالرساله لكل ست صح منهكه، ايوه، متسفلته عندها طموح، بالظبط، حاسه انها مش مسموعه، او عندها انجازات بتحتفل بيها كل يوم. صح. فرسالتك ليها في كلمه، ممكن حلو. حلو. كلمه ممكن قال لك كل ممكن. طيب مع كلمه ممكن خلينا كده نقول انه مهند الخولي ايوه اتعلم عن نفسه ايه في رحلته مع رحلة نجاح. ايوه. اتعلم عن نفسه ايه من النقاش القصير بس اللي انا استمتعت بيه النهاردة وعايز اتعلم عنها ايه مع هي بودكاست. اللي انا اتعلمته ان كل واحد بيجي، كل ضيف او ضيفة بتيجي
بتعلم منها حاجة جديدة ممكن أكون عارفها، بس فهمتها أكتر من وجهة نظرها أو من وجهة نظر الشخص. ده على رحلة نجاح اللي أنا عايز أتعلمه من السيدات اللي هيجوا، إزاي بيقدروا يعني يطلعوا من المشاكل دي، أو يكونوا كده أقوياء زي الجبل اللي أنا هقوله، زي الجبل، وكل حاجة فوق دماغها، ولكن دايما تلاقيها مبسوطة فرحانة برغم من كل المشاكل. بس هي لازم تبقى عندها الانطباع البوزيتيف الطالع، الحاجة الكويسة، حاجة الجميلة. فده اللي أنا نفسي أتعلمه. حلو قوي. طيب أنت بعت رسالة للستات، اوكي، ايه الرسالة اللي هتبعتها لمهند في آخر حلقتنا؟ ربنا يكون في عونك. ان احنا نقدر نعمل التغيير ده، لان التغيير ده من اصعب اشياء، انك تغير فكرة مجتمع عن مجموعة ناس او فئة من الناس. حتى في وقتنا دلوقتي داخلين على 2026 صعب. فربنا يكون في عونك وفي عوننا ان احنا نقدر نغير التفكير دي. ربنا يكون في عونك ويوفقك يا رب. يا رب يا رب. وان شاء الله من نجاح لنجاح. وانا استمتعت معاك النهارده جدا يا رب. وان شاء الله يعني لينا لقاءات اخرى. اكيد. امتى وفين أكيد. مش عارفين. أكيد. بس احنا موجودين. صح. شكرا ليك. شكرا ليك. حلقتنا النهارده خلصت، بس الحكايات ما بتخلص والمعاني مكمله معانا. وزي ما قلنا كل حلقه هيكون فيها حكايه، والحكايه هتكون فيها رساله تعلمي منها حاجه او تفتكري الحلقه بحاجه. والحلقات الجايه هتكون مساحه الامان اللي هتلاقي فيها دروس ورسائل مختلفة. مساحة أمان بتسمعي وبتشوفي فيها ستات بتعبر عن نفسها من غير ما تبرر. والنهاردة مع نهاية حلقتنا مع مهند الخولي بسألك ايه اللي اتعلمتيه وايه الرسالة اللي خدتيها؟ شكرا.